السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا المتواضعة. يلا نبدأ وننتقد النهاردة قصة نقة مع عبير. يا سلام يا عبد السلام، أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. مش أنا قلتلكوا يا بنات إن هي مفلسة محتوى؟ يا حبايبي يا حلوين ركزوا معايا. هي الست خلاص بتبتدي كده بتفرفر علشان خاطر خلاص مرة قالت لنا هطلع لكم قصص وحكايات. مش قناتي خلي بالكم، ده نو كلامها هي. قصص وحكايات قماشة اللي خدت الفيسات بتاعتها من على الانستجرام قال ايه وبعتها. يا اختي اسم الله، هو مين يدفع فيك يا نقة فلوس اصلا عشان فيسات يا بنتي؟ ده احنا ممكن نطلعها جشنك، معلش سوري يا جماعه، جشنك بالالماني يعني هديه. ممكن نطلعها هديه، نبعتها لاي حد هدايا، ممكن بنهدي بعضينا بالحاجات دي. لكن هم يدفعوا فيكي قرش ليه يا قلبي؟ ليه يا حبيبتي؟ مش بني ادمه؟ مش بني ادمه زينا زيك؟ تعال نخش في الموضوع يا بنات. دخلت على عبير وسنة عبير اللي مش هتعدي ان هي خدت واحده زي النقه عندها في بيت. ايه اللي حصل يا بنات؟ اقول لكم ايه اللي حصل. عبير واحده متابعاها، وكمان عبير ست كويسه، وكمان عبير اتهمتها، هي اتهمت عبير في شرفها واتهمتها في رضا. بدي اقول لك على حاجه يا نقه، هو الراجل كيس جوافه؟ انت طلعت الراجل اصله كان محتاج وقعد معايا في القناه وقلت له ساعدني في القناه علشان القناه بقت تكبر وتجيب ارباح. يعني معنى كده رضا مثلا ما كانش عايش معاكي الا لما عرف ان القناه بتجيب ارباح فقال هوب ادخل معاكي؟ بالعكس، كل فيديوهات رضا يا بنات عندها في مفترسه في فرنسا. في الفيديوهات القديمة خالص ارجعوا لها هتلاقوا الراجل خجول، راجل محترم، راجل متدين، راجل عارف ربنا، راجل اول ما اتجوزك كنت بشعرك الشعنونة وخلاكي ست عاقلة. هو اللي عقلك، هو اللي قالك كده عيب وكده صح، ده الحلال وده الحرام، والبسي الحجاب ولبسك مرة الحجاب وبعد كده لبسك الحجاب الصح، ومش هنرجع نعيد في كلامنا تاني. خش على الموضوع يلا يا قصص. تعالوا نخش على موضوع عبير. عبير يا بنات لا اله الا الله عزمتها وبلسانها، بلسان المفترسة، قالت عزمت عادل الله يرحمه وعزمت كذا قناة. الست لو ما معهاش راجل زي ما هي بتقول ما كانتش هتعزم حد. الست قالت ان جوزها صاحب مطعم وصاحب كويس. لا 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 لا، انت يا هناء زي ما قلنا زمان اللي فيكي بتجيبيه في الناس. بعد كده عبير علمت عليكي علشان سابتك تهري وتاكلي في اليوتيوب. بص يا بنات، عبير مش على الساحة، عبير خلاص هي اتهبلت بحاجة اسمها عبير. شافت عبير أنيقة، شافت عبير نظيفة، شافت عبير بتجيب برفانات غالية، مش مقصرة في نفسها، بتشتغل وبتشتغل وبتدفع على نفسها مبالغ حلوة، معيشة عيالها كويس، جوزها كويس ومحترم، ومش مخليها محتاجة حاجة عشان تفكر في رضا. اما التشويه اللي انت عملتيه في عبير كان المفروض قناة عبير بقت 2 مليون دلوقتي. ده لو هي عايزة الشهرة ولو هي عايزة تطلع على قفاكي في اليوتيوب كان سابت قناتها يا بنات. ما نخلينا بقى كده نقول كلمة حق. الست لو هي بتاعت شهرة وبتاعت سمعة وسخة زي بتاعت مفترسة كده اللي هي عايشة على السمعة، خلاص هي لو إنسانة محترمة مفترسة مش هتطلع تتكلم في الست. وبعدين تقول لكم ده سرقت مني رضا، اصل عجبها رضا في عينيه الخضراء وطول والعرض وكل اللي قالته ماشي. طب استنوا ما اجيب القهوه بتاعتي عشان اخد شفطه قهوه. والله العظيم اهو يا بنات، اهو ادي شفطه القهوه. يلا يا بنات نشتغل بقى يلا. يعني هو عجبها رضا سابت بتاعين اسبانيا كلهم وسابت جوزها المحترم اللي معيشها في بيت ملك ومهنيها وبيخليها تروح قطر تشتغل وبيخليها تمشي في اي مكان تشتغل، وست معتمدة على جوزها وكل حاجة عندها هتحتاجك انتي يا زرقاء. زرقاء ده انت اللي غيرتي منها وهبلتيها
وبتقولي لها قال ايه، اتحايلت عليكي تقعدي عندها في البيت. ست كريمه، ست كريمه، وقالت لك يا مرحب، خش انت وجوزك يا مرحب بيكوا. تروحي طالعه تتكلمي في حقها وهي اللي سرقت جوزك منك؟ بالعكس، هو رضا شاف في فرق، لقي نفس العمر بتاعك، نفس العمر بتاع الست، لقي في واحده انيقه ونظيفه واكل وشرب وبيت نظيف واولاد وحياه فله شمعه منوره. فكر وقال بس ارجع لورا كده، فكر مع نفسي، ما هي اهي وهي اهي. طيب الراجل كان ساكت عليكي لغايه ما لقيكي طلعتي اسرار بيته واسرار طليقته ام ولاده، وطلعتي حياتك كلها على الانستجرام. يخرب بيتك من حالك، انت يا بت اتحزنتي في دماغك، انت يا بت فجرتي. ما هو مش انا بقولك، انت مالكيش اهل، مالكيش ناس. اقولك بالصعيدي اللي انت منهم فشرت عينك، قسما بالله الصعايده كلهم على دماغنا. والله لو يعرفوكي لا يطخوكي، والله لو يعرفوكي لا يبدوكي. واكله ناسك يا بت. عارفه يعني ايه واكله ناسك؟ ما انا بقولك بالصعيد عشان تفهميها. انت يا بنتي رايحه تقولي على اليوتيوب قدام الملأ، معلش اصل انا هتكلم معاكوا عشان انا امرأة. يا اختي ده لو عندك امرأة او انت اساسا امرأة، المفروض الفاظك تتنقيها وما تطلعهاش من بقك كأنك امرأة. احنا امال خلينا للرجالة ايه لما انت امرأة؟ ركزي يا بنت انت وهي، ركزوا معايا في الكلام. رايحه بتقول لكم قال ايه؟ عشان انا امرأة يا بنات، يعني علشان انا امرأة فهقول لكم اصل كان نفسها في الراجل، يعني نفسها في عينيه ونفسها في طوله ونفسها في جماله، لا 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 لا، ونفسها تنام معاه. الهي تنامي ما تقومي يا بعيده، ما احنا قلنا لك، المفروض يبيدوا النص التحتاني عندك، يعني يدوه حقنه كده يخلوكي بس يا دوب تمشي وتتحركي اوكي وتمشي، بس ما يكونش عندك احساس، لانك ست ما عندكيش احساس ولا عندك عقل يميز. ست بعتي ناسك وبعتي اهلك. عارفه يعني ايه الست لما تبقى طلعت زي التعبان كده من جلدها؟ اهو انت بايعه ناسك وبايعه اهلك وبايعه الناس دي. هتبص لاخواتك ازاي؟ انت ما بتفكريش في رجاله اخواتك بيبصوا ازاي؟ ده انت انسانه احقر من الحقاره. هو ده كلام تقوليه على العام؟ ده جوز اختك انتقدك في اكلك، ومع انه مش لاقي، بس برضه في احترام للاكل، في احترام للمعامله، في احترام للكلام. انت غصب عنك طول ما انت محترمه بتخلي اللي قدامك يحترمك لو حتى بغير منك، لكن انت انسانه مهزأه عايشه بلا كرامه، طالعه تفضحي في الست ما سابت لك اليوتيوب، عمال بتقولي بتعمل لك مشاكل ايه؟ انا واحده من الناس طالعه اهو باليوتيوب عشان طنط رباب، عم اقول لك بقى يا رباب وطنط فياويه ضاربين لي القناه، وانت اللي بعلمك. وبيل لما جبت سيرتها وقلت لكم ان بيل يمنيه، وقلت لكم القصه في فيديو فات عشان اجيب بقى حق الناس، انا مش محتاجه ارباح. فهمتي يا حبيبتي؟ فاذا انا طالعه لا حد بيديني ولا حد بيعمل حاجه، بس احنا بنقول كلمه حق. كلمه حق في واحده عزمتك، لا وبتقولي اصل انا ما بقعدش في فنادق، قصدي ما بقعدش عند حد وبحجز في فنادق. بأمارية ما رحتي لبتاعه السعوديه اللي خربتي بيتها وطلعتي اسرارها وانت كنت قاعده عندها؟ نو. طب وبأمارية بتاعه دبي اللي خدتي بناتك وقعدت عندها؟ اوكي يا ستي، انت بتتنقدي يا بنتي، انت عندك انتقاد نفسي، فهمتي؟ يخرب بيتك على الاسلوب بتاعك القذر. انا اسفه يا بنات لو صوت البنات معدي ولا حاجه، فانا قلت لكم اديكم المنظر المكان اللي انا عايشه فيه، فقلت افرجكم على المكان بالمره بما انكم عجبكم الطبيعه والصوره اللي كانت قبل كده في فيديو قبل كده. طيب نرجع تاني. رجعت تقولي عبير عملت وعبير سوت. بصوا يا بنات اختصارا لعبير، عبير عزمتها زي ما عزمت اي حد، هي هوب مسكت في عبير قالت بس اخش مع عبير. طيب اقول لكم على حاجه، مش هي قالت ان عبير دخلت الاسلام وطلعت انسانه خاينه دينها وخاينه مبادئها وخاينه حياتها؟ طيب ليه عبير راحت مخصوص وعملت عمره ولبست الحجاب وصورت لنا وراحت المدينه وصورت لنا عشان تبين براءتها؟ بصي بدي اقول لك يا هناء، الراجل يا حبيبتي مش كيس جوافه ان هي تسرق منك جوزك او طليقك هو اللي تف عليكي، طليقك طلع بهدلك على اللايفات، وبعدين بتقولي اصل طليقي مسح اللايفات ومسح الفيديوهات القديمه.
لا والله. ليه؟ هو انت نسيتي السيديهات اللي كان بتعملها ضبو، ولا الشبيشه اللي ضبو لماها، ولا كان ضبو طولة النهار تقولك انا ساحبه الفيديو ده، انا ساحبه اللايف ده؟ هما فين السحبان؟ هو انت سحبتيهم فين؟ نرجع لنقطه ان هي عبير قال ايه، قدمت فيها بلاغ. طب ماشي، خلينا معاك للاخر. وقالت ان انت صورتيها بدون علمها فعلا، لانك فبركت صور كتير وحطيتيها للست وبهدلتيها وخربت بيتها بمعنى الكلمه. اوكي اوكي. هنا البوليس لو الست راحت خانت جوزها ينقى في اوروبا، عارفه جوزها اللي هو يتصل على البوليس ويقول له مراتي خانتني مع الراجل ده، عارفه البوليس هنا بيقول له ايه يا قلبي؟ اقول لك يا كدابه، بقول له دي جسمها وهي حره فيه. اما انت هتروحي تقولي للبوليس ده خانتني؟ جديده دي في اوروبا. مش دي اوروبا اللي انت منبهره بيها؟ مش دي فرنسا اللي انت بتحبيها؟ ما تخليها تجيب لك حقك، ولا حقك من اللي ضربوكي، زي ما انت كنت معوره نفسك وطالعه علينا تقولي اصل انا اتضربت والبوليس اجا يا سلام، البوليس اجا والله. امال الكاميرات فين يا قلبي؟ الكاميرات اللي دفعت عليها دم قلبك. يا كدابه يا كدابه يا محتاله، بدك تملي فيديوهات وترمي وخلاص. سيب الست راحت لحالها يا قذره يا قذره. الست سابت اليوتيوب ومشيت من زمان، وحتى طليقك قرف منك ومن عيشتك وساب اليوتيوب ومسح قنواته وساب القرف، وانتي زي الكلبه السعرانه هاو 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 هاو. يا بنات، دي واحده باعت بناتها عشان خاطر طليقها. دي واحده باعت بناتها لما رضا قال لها بناتك وعيشتك في فرنسا ولا انا، قالت له انت ونزلت له، وفي الاخر برضو بسها كده جنب الحيط. واخدين بالكم؟ ادها بوسه جنب الحيط، بوسه على راسها وحطها جنب الحيط زي اللقمه كده ما بتلاقيها في الشارع، بتبوسيها وتحطها جنب الحيط. رجعت متسوله. طيب بما ان هي بتقول على عبير بتعزم الناس على الملأ، ما هي بنت رجاله وعارفه نفسها بتعمل ايه. اما انتي تروحي من فرنسا لابو زياد وبعدين يقولك تو 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 الحب كله حبيته فيك، جاتك خيبه بن مويبه. لا، ورحتي لكيمو كمكيمو وطلع علينا كمان في البحيره تقولي قال ايه المكان ده الكوميون ده يا بنات جميل، في حمام وفي اوضه نوم وفي. طب ما انت كنتي مع كيمو كمكيمو في نص الليل وعامله فيديوهات. احنا يا بنات ما بنتبلاش، احنا بنجيب الحقائق من فيديوهاتها يا قلبي. ماشي؟ ان كانت الست طلعت تسال او تعزم الناس عندها عشان عندها بيت ملك ومش متجوزه مساكنه ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها مساكنه في المسيحيين، اوكي؟ ولا المسلمين. المساكنه دي في اوروبا، فانت اللي عارفاها. فلما انت عملت مع الطيار كده قلت بس عبير عامله مع الراجل اللي هو صاحب المطعم وصاحب الاماكن والدنيا زي كده. حتى غيرتك ظهرت عليكي لما انت طلعتي بتقولي لما جيتي تسلم علينا عامله كوافير وعامله شعرها وحتى برفن وعامله ما عشان نار اللي في قلبك مولعه منها، عشان هي ست نظيفه. فانت اتهبلتي ست نظيفه معاها عربيه، دكتوره، مهتمه بنفسها، مهتمه ببيتها، الراجل بيديها فلوس بيفسحها ويطلعها ويخرجها ويشخللها. انت بقى اتهبلتي خلاص يا تقى. انا قلتلك رضا ستوب، عبير ستوب، عشان ما نفتحش الذي مضى. رايحه تقولي الست بتعزم الناس على الملأ، قلتلك بنت رجاله. اصلها لو ست شمال هتطلع زي كده كل شويه طالعه لنا بشكل ولون مع واحد لا انخطبتيله ولا حتى اتجوزتيه ولا حتى حاجه، كل واحده بتمشي معاه شكل ولون وتفضحي نفسك بنفسك. ولما بيعرفوك مره هايجه ومره متسوله وسوده وحالك طين بيروحوا تفين عليكي. لا معلش يا بنات انا اسفه، بيبوسوكي يا قلبي ويحطوكي جنب الحيط. ناخد شفطه قهوه. يلا يا جماعه شوفوا الفيديو ده وان عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ونفعل زر الجرس علشان نجيب لكم كل الحقائق من عند مفترسه في فرنسا اللي باعوا الفويسات بتاعتها. بقول لك يا مفترسه، انت لو عندك ربع فويس ايدين عبير والله وعز الجلال ما هتستني يا حبيبتي ثانيه ولا هتستني كلمتين، لان ضبه مشيت خلاص. اللي هي كانت بتفبرك لك الفويسات بتعمل لك فبركه في الصور، وكان ماشيه يمين شمال يلا اديله، مفيش مشكله يا حبايبي.
يلا يا قلبي افتح انت واحنا هنفتح لك الصندوق الاسود بتاعك. يلا باي، سلام يا جماعه.